السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة أدبية بعنوان، طبعا حبينا أن نقولها لكم من هذا الجو الرهيب، الجو الأخضر. خسئتي أيها الأعراب، نسيتي وانتسيتي من هو الخلاق والرزاق والجبار والمتبقي الوهاب، ومن رفع السماء بلا عمد أو جسر أو أخشاب. خسئتي أيها الأعراب، تركتم ذلك المحراب، خلعت أطهر الأثواب، وخنت دين طه أشرف الأحباب. تنافستم على الأموال والثروات والأنساب، تطاولتم في البنيان والطغيان والأزلام والألعاب، بل بالخمر والميسر وبالأفلام وفي كرة القدم والكأس والألقاب. وأصبحتم فريسة ذلك الشيطان. تفرقت فشيعيا وسنيا وسلفيا ووهابي وصوفيا وعلويا وحزبيا وأحزابا من الأحزاب. فأصبحتم فرق شيعا بما اقترفت يداكم، كل من قصار مستعبد لدى حزبه، وذنبا محتسي كأس العبودية كما الأذناب. طوائف كل طائفة لها صنم، وتتخذه لها رب كما الأرباب. خسئتي أيها الأعراب، فإبليس الذي رفض السجود لآدم موجود، ألقاكم في القفلة فأقواكم وأوقعكم في السرداب. فأصبحتم بهذا الذل لا تدرون ما الإظهار والإدغام والإقلاب، فقد ذاب الجليد وذاب. فأصبحتم بهذا الذل لا تدرون ما الإظهار والإقلاب والإدغام، فقد ذاب الجليد وذاب. ونار جهنم الحمراء لها 7 من الأبواب. ونار جهنم الحمراء لها 7 من الأبواب. ألا تدرون كيف سقر وكيف المشأمة الحطمة الخرطوم. يا عجبا وعجبا ثم عجبا بل وعجبا قد نفذ صبر التعجب بعد أن استنفذ الوقت المحدد عند الاستعجاب. فلن يعلم بأن لها جهنم 7 أبواب إلا المتقين المخلصين المؤمنين الخائفين من الذي خلق السماء والأرض ذو الألباب. طرقتي بين وحل الذل والإذلال، عاما بعد عاما بل ولم تدرين ما الأسباب. خسئتي أيها الأعراب.